أهلا بكم من جديد. ما زلنا مع حضراتكم وحلقة النهاردة من برنامج دلتا مصر اليوم الأربعاء على شاشة قناة الدلتا الفضائية. بدأنا في الجزء الثاني وملف حلقة النهاردة، وبنحب دايما في هذه الملفات نلقي الضوء على المحفزات. يعني احنا بنجيب نموذج ناجح نضعه أمام من هم في نفس الموقع والأمر لكي يكون هناك منافسة تصب في النهاية للصالح العام وصالح المواطن اللي الدولة المصرية قائمة على هذا الأمر. حضراتكم لاحظين طبعا بأنه السنوات الأخيرة وفي تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية هو أولى الشباب وأولى أعطاهم أهمية خاصة وفتح لهم آفاق ومجالات، ولقينا أمور كثيرة جدا لم نعهدها من قبل، سواء في نواب المحافظين أو حتى نواب الشعب الصغار في السن. لكن ضيفي النهاردة كان أيضا محسوب على هذا الأمر، وفي مجاله أصبح بقاله مدة هيقول لنا عليها، لكن هو لما بدأ أيضا كان محسوب على هؤلاء الشباب، وكان نبت صالح وانطلاقة لمشروع قادة المستقبل اللي كانت منظماه وزارة التنمية المحلية. دكتور محمود عيسى رئيس حي تاني طنطا، برحب بحضرتك، أهلا بك. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. في التقديم بقول إن حضرتك يعتبر من جيل الشباب اللي أخذ فرصته في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستطعت بعد كده من الوقائع والأحداث إنك تثبت وجودك في هذا الاختيار. بدايتك كانت كيف دكتور محمود؟ أنا بدأت مدير للمركز التكنولوجي في مركز ومدينة كفر الزيات، تمام، ثم المسؤول عن المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، ثم نائب رئيس على مستوى المحافظة. أيوة، وكانت الفترة دي فترة مميزة جدا وخدنا فيها خبرات كبيرة جدا. جميل. لأن قدرنا ننشئ في ال 12 مركز ومدينة وحي مراكز تكنولوجية مطورة، ودي كانت النواة، لأن كان كفر الزيات مركز متميز جدا ولا زال. قدرنا من خلاله ننطلق للمحافظة، والحمد لله بقى فيه. طيب معنى كده ان المحافظ اللي اختارك تشرف على المراكز كلها؟ ايوه بالظبط كده. كان مين المحافظ وقتها؟ كان الدكتور طارق. الدكتور طارق، جميل، اتفضل. كمل حضرتك البدايه كده علشان احنا بنعطي نموذج للي عايز ينجح يعني، اتفضل. بعد كده نائب رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، بعد كده نائب رئيس حي تاني طنطا، بعد كده رئيس حي تاني طنطا. تمام. بقالك رئيس حي كم سنة؟ 3 سنين ونص تقريبا. 3 سنين ونص. طيب الوقائع بتقول والأحداث بتقول إنه في تغير في منظومة ودولاب العمل في حي تاني. ده مش كلام مجاملة، لكن لعل المواطن ومجموعة العمل اللي بتشتغل معاك. حي تاني في جوائز التميز الحكومي حصل على ضمن أفضل 5 أحياء على مستوى الجمهورية، صح الكلام؟ مظبوط فندم. يعني أنت كنت رقم 5. أيوه بالظبط. لكن ربما أنا كان في لقاء سابق قلت أنا حطيت عيني على النقاط المكملة وإيه اللي كان ناقصنا علشان بدل ما احنا رقم 5 نبقى رقم 1. المسابقة القادمة إمتى للتميز الحكومي؟ إن شاء الله في أول السنة الجديدة، في أول 24 إن شاء الله. في أول 24 إن شاء الله. كيف تتم جائزة التميز الحكومي؟ وزي ما حضرتك قدمت وقلت إن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أول ما تولى الرئاسة يعني أتاح فرصة للشباب وأتاح فرصة للدولة المصرية إن هي تقفز قفزات تنموية كبيرة جدا. نعم. وكان شرف لنا إن احنا نشارك في القفزات التنموية دي، ونقدر نكون يعني مساندين وداعمين في كل واحد في مكانه وينجحه. نعم. بحيث ده في النهاية بيعود على الدولة المصرية وبيعود على التنمية بشكل كبير جدا. وكان من أهم المشروعات برضو اللي سيادة الرئيس وجه بيها هي فكرة لغة جديدة الدولة لازم تتكلمها بعد ما عملت تنمية كبيرة في قطاعات كتير جدا. لازم نتكلم عن الجودة والتمويل. تمام. وده كان مشروع سيادة الرئيس وجه بيه ان لازم يبقى فيه على غرار اللي بيحصل في الدول الأجنبية والإمارات العربية، وكان ده شراكة مع دولة الإمارات. هو فكرة التميز الحكومي ده بينقل الوحدات الإدارية من لغة الروتين إلى لغة الحوكمة والتميز والشفافية والنزاهة، كل حاجة. نعم. ونوع من التيسير على المواطن. بالظبط. اتفضل. كون الوحدة الإدارية اتحطت على التراك بتاع التميز ده بيخلي بيرفع من مستوى الخدمات المقدمة في الوحدة بشكل طبيعي، لأن أنت بتبقى عايز تدخل في إطار
وتحكم لمعايير ليست معايير الهوى، ولكن معايير بتقيم من خلال لجان محترفه في هذا التقييم. يعني اما اللجنه بتيجي تقيم اداء الوحده الاداريه زي حي تاني مثلا، بتقيمه من ناحيه ادائه، من ناحيه رضاء المتعاملين معاه، من ناحيه المكان، من ناحيه رضاء الموظف نفسه، من ناحيه حوكمته للخدمات، قد ايه بيستخدم التكنولوجيا في اداء خدمته، قد ايه بيسهل على المواطنين الخدمات. ده كله اطر جديده، كانت جديده جدا على المحلات ان هي تدخل فيها. فاحنا كان رؤيتنا من خلال حي تاني ان احنا نغير الصوره الذهنيه للحي، ان هو يقدر ينافس حي متميز. محلات اتغيرت في عهد سياده الرئيس، تغير ملحوظ وكبير. هل احنا وصلنا للنهايه؟ لا، احنا مستمرين. اما خدنا رقم 5 في التميز الحكومي، عملنا قاعه عندنا في الحي سميناها قاعه التميز من 5 ل1. يعني احنا رقم 5 وان شاء الله هنكون رقم 1 في جميل. طيب هذه الغرفه بقى ايه اللي بيتم فيها؟ قاعه الاجتماعات الرئيسيه في الحي. قاعه الاجتماعات طورناها واطلقنا عليها الاسم ده، يعني عشان برضو تبقى دايما كل عنصر مشارك في الوصول للتميز. بيتم اجتماعات ووصلنا لايه وعملنا ايه وايه الجديد بالظبط. تمام. كان النهج برضو زي ما سياده الرئيس بيشتغل بمنهجيه علميه مربوطه بالعالم من خلال اهداف التنميه المستدامه ورؤيه مصر 2030. وكان من حسن حظنا ان احنا معانا معالي الوزير المحافظ الدكتور طارق رحمي. كنت داخل على هذا الامر. اتفضل. عمل خطه يعني مدروسه، هو كاستاذ جامعي قدر يربط المحافظه بخطه مصر 2030 وبيربطها باهداف التنميه المستدامه. وده كان واحنا عملنا خطه مربوطه بخطه المحافظه، فبقى منهجيه علميه بالكامل. جميل. تقاس من خلال مؤشرات اداء. اي فعاليه بنعملها او نشاط او برنامج او تطوير لازم يبقى له قياس، مده زمنيه، مردود على المواطن، صيانته، الاداء ومؤشر الاداء بتاعه، مؤشر اداء المستخدمين فيه. يعني على سبيل المثال المراكز التكنولوجيه مثلا، التطور الطبيعي بتاعها في التحول الرقمي ان احنا عندنا اتحنا 40 خدمه اونلاين من خلال وزاره التنميه المحليه. مع الوزير عمل منصه تقدر تقدم خدمات زي يا ريت تعلن عنها. يعني اعلن عنها، دي حاجه. اعلن عن الخدمات اللي بتتقدم وازاي المواطن، يعني ممكن المواطن يقضيها وهو في البيت ولا لازم يجي المركز؟ يقدر يقضيها وهو في البيت بالكامل. طب حضرتك اتكلم اشرح. ال 40 خدمه من ضمن ال 80 خدمه اللي بيقدمها المركز التكنولوجي متاحه اونلاين على بوابه الخدمات الحكوميه. حضرتك تقدر تدخل على بوابه الخدمات الحكوميه وتقدم الخدمه. في موظف عندنا في الحي مسؤول عن التواصل مع المقدمين الخدمات من خلال الانترنت. بيستوفي الورق بتاعهم من خلال السكانر، بيبعت له رسائل في كل مرحله. ممكن نبعت له الورق تاني، او بيجي زياره واحده يستلم الورق بتاعه، او المعاينه بتروح له علشان لو في اي خطا او الكلام ده من خلال المنسق اللي عند حضرتك في الحي يتم الامر. طيب نرجع تاني يعني نقدر نقول كبير منظومه العمل. نتكلم عن المحافظ طبعا الدكتور طارق رحمي. بنجد ايضا انه انا ملاحظ موضوع العمل الميداني زايد قوي مع الدكتور طارق. يعني ممكن يبقى فيه 3-4 زيارات في اليوم، واحيانا ممكن 5 لأماكن مختلفة لمراكز مختلفة. ويحب دايما يعني يشوف بعينه ويوجه في أرض الواقع. يعني في أماكن أنا من خلال متابعات إن هو زارها تقريبا 7-8 مرات، خصوصا المحاور الجديدة اللي بتتم في كفر الزيات أو المحور اللي في مدحي بيش وهكذا. المهام نقدر نقول طويلة المدى وقصيرة المدى عند الدكتور محمود عيسى في حي تاني ايه بالنسبة لمنظومة واهداف المحافظة؟ والله زي ما حضرتك قلت كده، في متابعات يومية من معالي الوزير المحافظ، مش بس المتابعات الميدانية، لا ده المتابعات الغير ميدانية برضو بنفس الكثافة وبنفس لأن التكليفات والتوجيهات ودور المحليات في المرحلة الحالية دور كبير جدا. ومعالي الوزير بيحاول زي ما خصوصا مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة طبعا. طبعا مبادرة حياة كريمة دي من المبادرات الرائدة اللي هتغير وجه الحياة في مصر، وهتغير وجه ان شاء الله. ربنا يعين سيادة الرئيس ويعين الدولة المصرية ان هي تكمل المشوار في حياة كريمة اللي هيستفيد منه تقريبا 55 مليون او 60 مليون من الشعب المصري، وده عدد كبير جدا وضخم. تطوير حقيقي للريف المصري. بالظبط. احنا بنحاول ننفذ التكليفات اللي بيتكلم بها حي تاني من خلال منظومه عمل وفريق عمل متكامل، نواب الحي وسكرتير عام الحي والاشغالات والنظافه، وبحييهم كلهم وعمال النظافه
وكل الدولاب العمل داخل الحي. بمناسبة عمال النظافة هنكمل خليك فاكر النقطة. طبعا. عمال النظافة موضوع ان ايام موجة الحر الشديدة قوي بجد، يعني الناس كتير دعوا للرئيس الحي وربما المحافظ بارك هذا الامر، انك تفكر انك تجيب طاقية بشكل كويس وطقم قطن كويس وكوتشي وهذه الامور. يعني كانت لفتة طيبة لانه عامل النظافة في منظومة حياتنا له اهمية لا تقل عن اي تخصص بل تكاد تزيد. يعني انا من خلال عملي لمست دورهم الكبير مش بس في النظافة، في كل حاجة بتحصل في البلد. اوقات وقت كورونا هم يعني كانوا قايمين بدور قوي جدا، مفيش حد منهم تخلف عن دوره. نعم. حضرتك تتخيل وما خافش ودي نعم. حقيقة. ودي حاجة لازم نسلط الضوء عليها ولازم نشكرهم عليها. الوقت فات بتاع كورونا هم وقفوا الوقفة بتاعتهم وأدوا دورهم، وكان لازم علينا ان احنا نحطهم جوه عينينا، مش بس نعم. في النظافة. في الامطار امبارح طول النهار يشيلوا المية وبيقوموا بدورهم. بس انا بشوفك كتير بتقعد معاهم على الرصيف يعني. ايوه طبعا. عفوا. ايوه طبعا، هم راس مالنا الحقيقي والله. وتوجيه معالي الوزير المحافظ وتوجيه فخامه الرئيس. احنا بنشوف برضو سياده الرئيس وسياده المحافظ ان هم قد ايه بيدعموا، يعني خصوصا جولات الرئيس اللي هي بتبقى الجمعه دي دايما يمر على المحاور وعلى الناس اللي بتشتغل. بالظبط، هم قدوه لينا في الحاجات دي برضو. واحنا بنحاول نبقى بنفس وبعدين زي ما انا قلت لحضرتك هو فريق عمل واحد. لولا ان الحي فيه كوادر محترمه ومن اول عامل نظافه لغايه اكبر موظف فيه ما كانش حصل على التميز. ما كانش حصل على التميز. مش ما فيش واحد يقدر يعمل يد لوحدها لا تصفى. لا طبعا. كل حد والميزه في الموضوع حاجه المشجعه والمشرفه ان كل واحد حاسس بقيمه نفسه في هذه المنظومه. نعم. ان هي تنجح، ان هو المكان اللي هو فيه ينجح. فانا بحييهم كلهم عشان ما ننساش حد فيهم. كل التحيه والتقدير لفريق عمل حي تاني من اول افراد الامن العمال كل الناس مقدرين. وبرضه تحيه واجبه لمعالي الوزير المحافظ، الدعم الكبير اللي اوجهه الحي تاني طنطا من خلال دعمه من الدورات التدريبيه ودعمه المباشر وتوجيهه في بعض النقاط في الخطه ان احنا ازاي نعمل نظام المربعات في الرصف وازاي نعمل في تطوير. زي ما حضرتك قلت في الكورنيش كان له رؤيه واضحه جدا في توسعه الكورنيش. ده حاجه جميله، حاجه لا نخفي سرا يعني ان هو سيادته كان عنده رؤيه. مش هتكملوا الكورنيش يا دكتور محمود؟ ان شاء الله في خطتنا السنه دي باذن الله. يعني وصلتوا طبعا حاجه رائعه جدا. وصل كده كام كيلو؟ 8 كيلو. 8 كيلو. يعني من اول الكوبري اللي ورانا ده، من اول كوبري الجامعه لحد كوبري فاروق. ايوه، مرورا بقى بأحافة، مرورا بالغفران، مرورا لا حاجه جميل. لا وعلى الجانبين يعني الناحيتين الاثنين حاجه ده سبب زيارات معالي الوزير المدنيه الكتيره اللي حضرتك اتكلمت فيها. ان هو بيحاول يفتح. هو شايف ان محافظه الغربيه محافظه يعني مغلقه ومخنوقه، وهي مخنوقه فعلا. بالظبط. نعم. لذلك ما هو يعني الحق يقال عندنا طريق محور في النعناعيه في كفر الزيات، عندنا في كورنيش في المحله بالزبط. عندنا ايضا في شغل في زفت في هذا الامر. فالامور في جديد. يعني المحور اللي هياخد من طريق الزراعه الرئيسي على طريق السنطة بعيد عن الزحمه في مدخل ده محور جديد احنا بنعلن عنه اهو برضه مع الوزير. ايه المحور الجديد عندك فين؟ عند الغفران كده امتداد شارع سعيد لغايه الطريق السريع. الترعه دي هتتغطى الغفران. ايوه. طب تاني نشرح واحده شارع سعيد الناحيه الثانيه منه. ايوه. في شارع اللي هو الشارع الواسع اللي فيه ترعه هتتم تغطيتها. شارع سعيد امتداده الناحيه الثانيه. جميل. لغايه الطريق السريع يفتح محور مروري كبير جدا ينقل الحركه من قلب المدينه للطريق السريع. جميل. على مدخل طريق كفر الشيخ مباشر. جميل. طبعا. هو لو حضرتك لاحظت زي من كلام حضرتك ان دي منهجيه، مش موضوع مخطط له وليس وليد الصدفه او احنا عايزين نعمل الشارع ده خلاص. طبعا خد اوكي خلاص. ان شاء الله. طب هتبداوا امتى ان شاء الله؟ ان شاء الله قريب جدا باذن الله. لانه فعلا الطريق القديم بقى زحمه. الطريق الزراعي المر هو طبعا بقى طريق داخلي لكن ما زال اسمه طريق القاهره اسكندريه الزراعي. بالظبط. بقى زحمه في المنطقه دي بالزبط. ولذلك الحركه ده فكره جميله جدا. وايضا موضوع استكمال منظومه الكورنيش واقامه. كنت قلت لي قبل كده بنفكر وبنقترح كوبري اخر بعد كوبري فاروق لانه ايضا اصبح مضغوط واصبح الحمل عليه كتير. بالظبط. ان شاء الله ده برضو من ضمن الخطه بتاعتنا ان احنا زي ما عملتوا كوبري تاني
كوبري تاني فك الخنقه عند السلخان بالظبط. عمل انفراجه كبيره جدا. ده هيبقى بعد ان شاء الله بعد كوبري فاروق كده هيبقى فيه ان شاء الله بس هو مقترح لسه ما تمش اعتماده. نعم. عشان يربط الموقف بالطريق السريع بشكل مباشر مع تطوير وينقل الزحمه، لان الموقف خلف الغزل ده اصبح ايضا عامل بالظبط تمام. بس هو اللي عطلنا الفتره اللي فاتت طبعا الاحداث العالميه طيب انا في اخبار الحي، وانت خلصت منظومه الرصف كلها عندك؟ ما عادش في رصف؟ لا ازاي، لسه عندنا شغل. يعني انا كنت بلاحظ كل فتره كده صفحه الحي بتنشر تفقدات وامور. دلوقتي شغالين دلوقتي في مدخل طريق المحله، يعني لو حضرتك لاحظت ايوه توسع بشكل كامل. من خلال هيئه الطرق، من خلال الحي. جميل. عملنا توسعه كبيره جدا فيه، نقلنا الخدمات والكابلات اللي تحت الارض. يعني في جانب الحي اتعمل مدخل لمدينه المحله. وانا شايف كمان ان المرور تقريبا بيعمل اختبارات او بيعمل حاطط حواجز كده علشان تعديل المسارات في نهايه سكه المحله وانت متجه الى طريق المحله. لا ده مشروع تم، اللي هو تطوير مزلقان الجميل، بقى حارتين رايح جاي. جميل. انا شايف ان المرور حاطط حواجز حديديه لسه ما عملهاش خرسانه. يبدو انه بيعمل تجربه معينه او بيشوف الامور هتمشي ازاي. بالظبط، عشان بنعمل اتجاه ناحيه اليمين على المحله ويلف من على كوبري بطرس ويدخل المدينه تاني. ايوه كده يبقى تمام، كده يبقى تمام. طيب زي ما اتكلمنا عن حصول حي تاني على ضمن الخمس مراكز او رقم 5 في التميز الحكومي، ايضا في مسابقه يا دكتور محمود. هل دي يعني وردة أو مقررة من مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية وبالتالي على المحافظات موضوع الحي الذكي؟ هو دي المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية. دي مبادرة أطلقها مجلس الوزراء، وكان بينظمها وزارة التخطيط من خلال وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة ووزارة أكتر من وزارة كانوا مشتركين في هذا الموضوع. نعم. ودي يعني مبادرة ظهرت قبل كوب 27 لما سيادة الرئيس وجه ان لازم نهتم بالمشروعات الخضراء والبيئة، وقد ايه التأثيرات البيئية والتغيرات المناخية أثرت على المجتمع او على العالم كله. فكان لازم مصر تاخد المبادرة، وطلعت اكتر من مبادرة في هذا الاتجاه زي مبادرة 100 مليون شجرة. نعم. الدحر البلاستيك او عدم استخدام البلاستيك واستخدام البدائل بتاعته. لا اكتر من مبادرة، كان اهمها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية. ودي مبادرة لها معايير برضو، لازم المشروع اللي انت تكون داخل بيه يكون مشروع فيه مكون اخضر، مكون ذكي، يكون فيه تكافؤ للفرص، مبني برضو نفس الفكرة على المعايير بتاعة الأممية اللي هي الأهداف الأممية ال17. نعم. زائد رؤية مصر 2030، وده بيتحط في ملف التقييم بتاع الدولة المصرية بالكامل، واحنا مقدمين فيه أداء جيد جدا. وكان فيه مشروعات قيمة جدا اتعرضت، من ضمنها مشروع حي أخضر ذكي اللي كان متقدم بيه حي تاني طنطا، وده كان نتاج عمل وجهد كبير جدا خلال الفترات اللي فاتت ان هو يدخل وينافس على مستوى المحافظه. كلمنا عن المشروع. على مستوى المحافظه كان اشرح المشروع، يعني ربما الساده المشاهدين بيسمعوا هذا المصطلح فاحنا نبسطه لهم شويه. المشروع باختصار شديد ان احنا بعد عمليه تدخل الدوله وتوجيه فخامه الرئيس بتطوير المناطق العشوائيه زي ما حضرتك شفت في أحافة والغفران. نعم. وعلي اغا والسلخانه، قدرنا ان احنا بعد كده كان التطور الطبيعي ان احنا نعمل نوعيه معينه من التطوير والتنميه، وهي نوعيه مستدامه بيراعى فيها كل الشروط البيئيه. زي ما حضرتك شفت الكورنيش مش بس رصفنا ولا عملنا الرصيف ولا التند ولا الترعه اللي اتبطنت دي، مأخذ الميه بتاع الناس، جوده الميه دي ضمن المعايير. يعني حضرتك لو فاكر شكل مأخذ الميه كان عامل ازاي. لا كان حاجه صعبه. ده الاراضي اللي بتشرب بقى من بتستفيد من المجرى المائي ده بعد التبطين وقبل التبطين كان شكلها عامل ازاي. ده كله معايير احنا كنا مراعينها في التطوير والتنميه بتاعتنا. راعينا الجانب البيئي واخترنا شكل الشجر ونوعيته عشان نعمل هويه بصريه نقدر من خلالها ننافس في نخلي شكل الحي على الغرار الاحياء الراقيه في ينافس كل الاماكن يعني. وده كان المستهدف بتاعنا. مش بس ده الموضوع، لا احنا ابتكرنا اساليب جديده لما طورنا الكورنيش 8 كيلو. كان لازم نوجد طرق جديده للري غير الطرق التقليديه اللي هي بتاعه العربيه والعامل. عملنا شبكه ري تحت الانترلوك بتشتغل بسنسور
بتشتغل بالطاقه الشمسيه، على مربوطه على موتور على الترعه يطلع الميه، بتشتغل عن بعد وانا في المكتب اقدر اروي الشجر. جميل. التجربه دي جه تفقدها معالي وزير التنميه المحليه ومعالي الوزير المحافظ واشادوا بيها وطالب سيادته انها تتعمم. ده احد مكونات المشروع. في مكون رئيسي وهو استخدام التكنولوجيا بقى في الجمع والفرز من المنبع. نعم. المشكله الحقيقيه بتاعت اي مكان هو النظافه، وكميه القمامه المتولده من الحي عندنا تقريبا من 250 ل 270 طن يوم. دول بيحتاجوا مجهود كبير جدا ان العمال النظافه بالعربيات وامكانيات الحي تشيلهم. نعم. فكان تفكيرنا ان احنا ازاي بقى ده التفكير الجديد، ان احنا ازاي نقلل كميه القمامه دي. هتقول لي ازاي هتقلل كميه القمامه من فرز من المنبع؟ طب ايه اللي هيخلي حضرتك في البيت تساعدني كحي ان هيبقى هتستفيد مقابل للمفروزات دي من خلال شركات خاصه احنا تعاقدنا معاها. كان اطلقنا برنامج او ابلكيشن على الموبايل اسمه فرزاوي. فرزاوي ده حضرتك هو ده اللي كان خلانا فريز، خلاه فريز. لا اسمه فرزاوي. ده بيجمع زيت الطعام ازاي؟ يعني حضرتك بمجرد انت تسجل بياناتك على الابلكيشن ده بيدينا اللوكيشن بتاعك. نعم. تقول انا عندي مثلا 5 كيلو زيت. حضرتك عارف المشاكل اللي كانت بتحصل في الزيت في الفتره اللي فاتت، وتدوير واستخدامه تاني. تمام. وفي ناس بتخيب وتقوم رميها مثلا في قاعده الحمام فيعمل انسداد ويعمل موال. كل المشاكل دي احنا حاولنا نعالجها بطريقه. ده احد البنود اللي في الابلكيشن فرزاوي، اللي هو بيروح احنا تعاقدنا بقى مع شركه الزيوت والصابون، لان اهم من استخدامات المنظفات هو الزيت. فاحنا بنورد الزيت للزيوت والصابون وهم بيدوا بدلهم منتجات حضرتك تستفيد منها. فبكده يبقى دي مشكله من ضمن المشكلات. وكمان قفلت الباب على الناس اللي بيلفوا يا ست البيت ايوه بالظبط، وياخدوا ويعمل العمليات الغير انسانيه دي والغير حضاريه ويرجع يبيعوا تاني. فكده قد ايه كنا بيأثر على صحة الناس. وبعدين يعني مش عارفين الحاجات اللي بيعملوها. ضبطيات التموين ضابط ضبطيات كبيره جدا. بس يعني ما لازم نحط احتماليه ونضع احتماليه ان في حاجه هتعدي يعني. لا طب بس هو الناس تحافظ بقى. ما هو ده الناس تحافظ، وهو ده الفكره اللي حضرتك بتتكلم عنها. هي دي تعاون الجهاز التنفيذي مع توعيه المواطن. يبقى الاخ اللي بيلف وبعدين عمال يزود في السعر. يعني انا ملاحظ انه كان بادئ زمان 20 و15. لا ده دلوقتي وصل 30. اخر مره سمعوا 30، وده كلام مش كويس خالص. ده خطير. يعني يجب الناس تتنبه انه الكيلو اللي انت بتبيعه ثق تماما باي نسبه من النسب هيلف ويرجع لك بشكل ما وتضر. يعني احنا عايزين نقفل الموضوع ده. وهي دي كانت الفكره، ان احنا نقفل الدايره من خلال منظومه الكترونيه. يعني انا ازاي هضمن ان الزيت طلع من البيت وصل للشركه الزيوت والصابون؟ انا بعمل له عمليه تراكنج على سيستم. جميل. وشايف تحركاته على خريطه من خلال داشبورد كده في الحي. بقدر اتراك وخدمات جوجل وحاجات زي كده بالظبط لغايه ما يوصل لشركه الزيوت والصابون تدي اشعار انها استلمته. ينزل بقى من على عهده الموظف اللي استلمه من المواطن واداه للشركه. جميل، فكره جميله. المواطن استفاد ايه من الموضوع؟ الزيت اللي كان يا اما بيبيعه عشان يستخدمه تاني يرجع يستخدمه كزيت اكل، لا بياخد بداله منتجات او نقط او خصومات او فلوس. جميل. مش بس ده بقى، في 6 خدمات تانيين احنا اشتغلنا عليهم، زي ان القمامه لما بتنزل الشارع بينزل فيها بلاستيك، بينزل فيها كنز، بينزل فيها كل اللي هو بيعمله الفريز في الشارع. نعم. لا انت هتعمله احنا ما زلنا خلصنا فرزاوي كده. لا لسه جوه فرزاوي. لسه فرزاوي. جوه فرزاوي. يعني فرزاوي فيه 2 اوبشن كمان غير ده رائعين، بس لسه احنا دي في المرحله بقى لسه ما طبقناهاش. اخر حاجه في فرزاوي عشان اختصر الموضوع لانه كبير شويه، المخلفات الهدم. استفدنا برضو ان احنا الحي اللي بيدي رخصه الهدم لحضرتك. ايوه. فانا مش هدي لحضرتك رخصه هدم الا لما تجيب لي تصريح من مكان معين انا تملكه الدوله وفي كساره وبيحول مخلفات الهدم دي لانترلوك تاني تدخل الشوارع اللي احنا ما عملناهاش نبدا ندخل فيها. جميل. تعرف انها نفس الفكره اللي بتتم في المدن الجديده والمجتمعات العمرانيه الجديده يا دكتور محمود. يعني انك بتاخد بنات في كل مرحله من مراحل العمل في القطعه، هتحفر بيديك بنات حفر مثلا عندك مساحه كذا تطلع قد كده، لازم تروح تديله تمام ويجي واحد يعاين. يعني هي نفس الفكره. ما اعرفش احنا بنحاول، ما هو ده اللي احنا بنحاول يعني ينزل مهندس مختص يشوف انه
المخلفات تم نقلها للمكان المخصص يقوم يوافق له وهكذا، ويرجع تاني البنات اللي كان واخدها. تمام. ده هو ده احنا بنعمل ده برضو بشكل الكتروني، بس احنا الجزئيه دي يعني لسه ما تمش تنفيذها بالفعل، لكن الجزئيات التانية بتنفذ فيها في قطاع زي حافة والغفران. نعم. لكن الجزئيه بتاعت المخلفات الهدم دي لسه لم يتم تنفيذها، بس هي لان حضرتك وانت خارج من هنا كده، وانت خارج من هنا بتلاقي حد كده عديم الضمير يقوم جايب مقطوره او مقطوره ويبص يمين وشمال وهم يقوم قلبها وماشي، يعني منتهى السلبيه. وانا عايز نداء منك بقى، يعني التنفيذي اللي هو في الاصل مواطن بينادى على المواطن اللي والله انا نفسي في النداء ده يا استاذ شريف. ما انت حضرتك اللي هتقول. يعني المواطن بالظبط. احنا كنا في موسم، هو موسم حرق القرش الارز خلص ولا لسه؟ خلص. يعني بيقوم رايح كده يبص يمين وشمال عشان يشوف بتاع الجمعيه مش شايفه، يقوم مولع وماشي ومطمن، مش عارف ان هو بيتعب صدر ناس، مش عارف ان هو ممكن يسبب مشكله كبيره. فايه الرساله اللي نوجهها عموما للمواطن الاناني السلبي اللي هو متخيل على سبيل الخطأ انه لما يقوم جاي شايل كيس الزباله والقمامه ويقوم بعتها عن بيته هو كده بقى في امان، مش عارف ان ده ممكن ينقله المرض وينقل لاولاده. بالظبط. هو ده. اتفضل. هما في الحقيقه رسالتين مهمين جدا. اتفضل. الرساله الاولى ان التنميه اللي حصلت والقفزات اللي الدوله المصريه عملتها والتنميه اللي حصلت خلال السنوات اللي فاتت اللي لا ينكرها حد، ما عندناش رفاهيه ان احنا نعملها تاني، فلازم نحافظ عليها. ده الشق الاولاني، ونعتبرها ان هي دي كل واحد. وبعدين هي اتعملت من اجل المواطن، والمواطن هو المعني الاول بالحفاظ عليها. بفلوس لا يعني اقصد اقول انه هو كل اللي بيتم ده في الاخر من اجل المواطن، زي طريق جديد وكده، فتلاقي حد يقوم قاطع الطريق عشان كده يعني. دي الرساله الاولى، ان احنا اي تنميه حصلت في اي مكان سواء حضرتك مستفيد منها بشكل مباشر او غير مباشر، ده مال المواطن، حافظ عليه. مال المواطن، لان اصبح التكلفه بتاعه اعاده الشيء اللي اصله في ده او اعاده عمله تاني 10 اضعاف. كل حاجه زادت. وهو طريق التنميه احنا مشيناه والحمد لله وصلنا فيه لنتيجه كويسه. نعم. نحافظ عليه عشان نوفر الفلوس لحاجات تانية. ادي الرساله الاولى. الرساله الثانيه زي ما حضرتك تفضلت وقلت، حرق قش الرز، السير عكس الاتجاه، القاء القمامه في المجرى المائي. المواطن اللي يجي اخر النهار يقوم جايب العربيه وواقف على الاسفلت وعاملها مغسله. كل هذه السلوكيات السيئه احنا بنجابهها انا وزمايلي من الساده رؤساء المراكز والمدن. بس المواطن لازم يبقى ايجابي، لازم يبقى ده اللي انا لانه انا ببقى ايجابي وممكن اعمل مشكله وعملت كتير. يعني اما الاقي واحد في طريق صغير كده حارتين 2 هو واقف مع نفسه كده يعني بلا صلاحيه بلا اي حاجه، موقف العربيه الميكروباص واخد حاره ويجيب لا مؤاخذه الميه وشغال. حضرتك بعت لنا كتير شكاوى واستجابنا، وكتير حضرتك بتصور مواقف سلبيه وتبعتها واحنا بنستجيب لها، ده ودي حاجه ايجابيه جدا من حضرتك كاعلامي. ولسه مكلم زميلك الاستاذ ممدوح النجار، على لقيت حد واخد نص الشارع. لا هو نص الشارع كانه هو ملك ورثه يعني. فانا كمنظر يعني ضايقني، مع ان انا مش من اهل المنطقه، بس المنظر ضايقني. هو ارجع للكلمه اللي حضرتك قلتها برضه، المتابعات الميدانيه الكتيره اللي معالي الوزير بيعملها وممدوح بيه النجار وعادل بيه داوود وكل الزملاء بيعملوا متابعات ميدانيه على مدار اليوم من صباحيه ومسائيه ونوابهم. لا في مجهود كبير، وعلى راس المنظومه معالي الوزير المحافظ زي ما حضرتك قلت. كل الظواهر دي معالي الوزير بينزل يتابعها ضمن جولاته، مش بس بيتابع الطرق. طب بمناسبه ايجابيه المواطن يا دكتور محمود، اعتقد انت رقمك تقريبا مع نص ابناء حي تاني او نص لكن هل في رقم طوارئ موجود باستمرار في الحي؟ طبعا في رقم طوارئ للحي. يعني
اي مواطن عنده اي مشكله عايز حتى يتصل يقول بغرفة استغاثه. عمليات الحي طبعا. رقمها كام يا دكتور لو حافظ؟ هبعته لحضرتك تنشره على الشاشه حاضر. التليفون بره، بس احنا سايبينه. ده هبعته. مهم جدا، مهم جدا. زي ما المحافظ حتى قريت النهارده انه وضع رقم غرفه العمليات في المحافظه طبعا. وضعه في الخبر. ايوه يعني انت متخيل؟ أيوة. يعني كان افتكر لقيت الرقم الخاص بغرفة عمليات الديوان العام في المحافظة مكتوب في الخبر. الخبر ده طبعا هينتشر. هو ده الغرض من الموضوع. ده شيء ايجابي جدا. طبعا. لانه لو تخيلنا انه ارقام الاحياء بعيد عن الارقام الشخصيه رؤساء الاحياء اللي الناس كتير عارفاها وبتتواصل معاهم، فده ممكن يحقق الايجابيه اللي أيوة حضرتك بتنادي بها في الرساله الاولى لا الخاصه. دي برضو احنا نبعت لحضرتك رقم الحي وكل وسائل التواصل. وبالمناسبه برضو من ضمن انما المكتسبات الحي له صفحه وصفحه نشيطه. من مكتسبات الدوله المصريه في الفتره اللي فاتت، وهي اتاحه الفرصه للمواطن ان هو يشتكي باكثر من طريقه. شكاوى مجلس الوزراء نعم دي بيتابعوا معانا. شكاوى صوتك مسموع. معالي وزير المحافظه عامل مبادره الغربيه بتتغير. لا وواتس الشكاوى الخاصه بالمحافظه. وعرفت ان المحافظ بيبص عليها بنفسه هو شخصيا عليه. طبعا شايف يعني شايف هو ايه اللي بيجي وايه اللي بيترد عليه. أيوة. وخلال وقت قد ايه. ده برضو من ضمن معايير التقييم بالمناسبه. يعني ده من ضمن معايير. المهم حصلت على المركز الاول. احنا ما كملناش بقيه المعايير بقى. احنا قلنا معيار تاني بعد فرزاوي بس ما كملناش، والوقت ده همنا يا دكتور محمود. هو الحمد لله الحقيقه حصلتوا على المركز الاول على مستوى المحافظه، وسفير المحافظه الغربيه على مستوى سفير ممثل المحافظه الغربيه على مستوى المحافظات الجمهوريه كلها. كان لنا الشرف ان احنا عرضنا قدام دوله رئيس الوزراء واشاد بمشروعات الغربيه. مش بس مشروع حي اخضر زي كان في 6 مشروعات تانية قويه جدا من محافظه الغربيه متقدمه من شباب. كانت حاجه مشرفه جدا للغايه. معالي دوله رئيس الوزراء استمع لكل المشاركين ال6 اللي تصعدوا من محافظه الغربيه في حضور معالي الوزير المحافظ، وحصل تواصل مع الساده الوزراء المعنيين عشان يبداوا يعمقوا من هذه المشروعات، واللي ما شافش منها النور يبداوا يدعموه ويعملوا له زي حاضنه يطلع منها مشروعات كبيره تغير شباب بيفكر، شباب في ثانوي وشباب في مدرسه المتفوقين. حاجه محترمه جدا. زي يحيى اللي انتقل من 6 ابتدائي. ايوه بالظبط. عندنا نماذج في الغربيه من دي كتير جدا. وناس وكان بيجي لنا المربع بتاع الغربيه، كان بيجي كل الوفود اللي جايه من المحافظات او من بره مصر، وفوجئت ان الطلبه بتوعنا بيتكلموا معاهم بالانجليزي وبطلاقه ويشرحوا لهم المشروعات بتاعتنا. حاجه كانت مشرفه جدا. يعني مصر بتتقدم باولادها فعلا. فعلا والله. لا حاجه جميله وحاجه رائعه وحاجه راقيه. المحافظات كلها جت شافت المشروعات اللي الغربيه مقدماها. المشروعات دي اتحكمت على مستويات عاليه في محافظه الغربيه وبره. دي حاجه كنا احنا دخلنا في هذا المضمار وهذا السباق. ده بيرفع من مستوى الخدمات اللي احنا بنقدمها للمواطن. طبعا اتمنى وان شاء الله وعد يعني يكون المركز الخامس في التمييز الحكومي يا رب ان شاء الله رقم 1 باذن الله. اكيد فيه لجان وفي متابعات وفي اجتماعات وفي امور نتمنى لكم التوفيق. واشكر السيد الفاضل الدكتور محمود عيسى رئيس حي تاني على ما يحققه من انجازات وتميز في الاداء التنفيذي، واتمنى لك مزيد من التوفيق انت وكل الزملاء في الحي دكتور محمود. شكرا لسيادتك وشكرا للساده المشاهدين. ويعني بلدنا ان شاء الله هتقدم فيها مخلصين كتير وفيها ناس وشعبها شعب يعني يقود وشعب على قلب رجل واحد. ويعني ان شاء الله البلد لقدام وان شاء الله تحيا مصر بشعبها وجيشها وامنها وقائدها طبعا. نعم. شكرا جزيلا. أشكرك شكرا جزيلا، وأشكركم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. تحية لكم من فريق العمل في برنامج دلتا مصر اليوم الأربعاء، وهذا شاكر عمارة يحييكم في أمان الله. شكرا لكم.